ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. حلقه النهارده تكون اول حلقه اسئله على القناه. جمعت اهم الاسئله الاكثر شيوعا واللي بتتكرر بشكل كتير، واخترت اقوى المواضيع واللي هنجاوب عليها كلها النهارده. تعالوا نشوف اول سؤال، ولكن بعد الانترو. اول سؤال معانا من ويام. عايزين نعرف ازاي نتعامل مع المشاريع الكبيره جدا، وازاي نديرها في حال كانت خارجي ولاندسكيب، وازاي نشتغل، وهل نشتغل فيري ولا كورونا. اوكي يا ويام، بص كده، دي مدينه كبيره فيها لاندسكيب وشجر ومباني وتفاصيل الشوارع، مدينه كامله، ومع ذلك المشروع خفيف جدا. طب ازاي؟ من جهه اخرى، ليه لما بكون شغال على مبنى واحد بس المشروع بيكون تقيل والجهاز بيموت؟ هل قدرات الجهاز هو السبب؟ لا، هو عامل مهم، لكن في حاجه اهم، وهو عدد البوليجون. المدينة بالكامل عدد البوليجون فيها 1,200,000 بوليجون، والمشروع في الفيو بورت خفيف جدا، وهتلاقي الفريم بير سكند رقم عالي، وكل ما بيعلى كل ما هيكون افضل، وهتكون الحركة في الفيو بورت سلسة وسريعة. كل ما عدد البوليجون اقل في المشروع تقدر تحط اللي انت عايزه، تعمل قرية كاملة لو عايز. اقدر دلوقتي انسخ المدينة بالشكل ده واعمل مدينة اكبر، لان ما بقاش عندي مشكلة في عدد البوليجون في المشروع. بص حجم المدينة، وما زلت بتحرك بشكل طبيعي، مفيش مشكلة. ارجع تاني. طب ازاي بقلل عدد البوليجون في المشروع؟ على سبيل المثال، المبنى ده انا خلصته داخلي وخارجي، وهبتدي اقرره واوزعه في المشروع. انا هنا شغال اكستيريور ولاندسكيب، ففي الحاله دي لو عامل شغل داخلي امسحه كله، والمبنى من جوه يكون فاضي عشان المشروع يكون خفيف معايا. وحط في عين الاعتبار اثناء وانت شغال موديلنج، خليك حريص وما تعليش البوليجون. طيب خلصت المبنى وعايز احط عربيات وشجر، وللاسف عدد البوليجون فيهم عالي جدا. في الحالة دي أحولهم إلى بروكسي. مثل البروكسي هو تقليل حجم الموديل وتوفير مساحة ملف المشروع، فبالتالي استهلاك الرامات هتقل والملف هيكون أسرع. وبلاش تستخدم بلجنز للشجر والزرع زي بلجن فورست، لأنه هيتقلك المشروع جدا. حاول تخلي شغل لاندسكيب من الخامات فقط، أفضل وأسرع، خصوصا في المشاريع الكبيرة. وفي تفصيلة صغيرة كمان للناس اللي عندها أجهزة ضعيفة، لو حاطط تفاصيل كتيرة والتفاصيل دي مقللة الحركة في الفيو بورت ومش مستاهلة إنك تحولها لبروكسي، لأن أصلا عدد البوليجون فيها قليل، فبفعل عليها الديسبلاي اس بوكس واخفيها من المشروع. هي موجودة وهتظهر في الرندر، بس خفتها من المشهد عشان اخفف الحركة داخل الفيو بورد. حاجة كمان نسيت اقولها، لو انت شغال في المشروع بقالك فترة وفجأة المشروع تقل بدون سبب، استخدم بلجن برون سين، هيحللك المشاكل اللي مش مفهومة عشان تركز اكتر على ايه السبب الحقيقي ورا التقل. وبالنسبة هل تختار فيري ولا كورونا، طالما هتعمل صور ريندر الاختيار مش هيفرق، لكن لو هتعمل انيميشن وانت مغمض، كورونا ريندر اسرع بكتير وهتوفر 10 اضعاف الوقت. انا قارنت الاتنين بنفسي وصدقني مش هتحب تشتغل على الفيري وانت بتعمل انيميشن. في حاجه كمان عايز اقولها لك، انت مش لازم تعمل كل حاجه من الماكس. الطبيعي انك بتخلص مشروعك موديلنج وماتيريال داخل الماكس، وبتروح تستخدم اللومين او الانريل انجن في الاظهار وتشتغل على اللاندسكيب هناك، هيبقى اسهل واسرع. هي مش قاعده ثابته، هو على حسب طلب العميل وعلى حسب المشروع. فباختصار الإجابة على سؤالك، اشتغل بنظام لو بولي هاي كواليتي، والكلام ده ينطبق على كل برامج ال 3 دي مش بس الماكس. سؤال تاني من عبده، ممكن اعرف انت درست فين واخدت معلوماتك المطورة منين؟ انا اتعلمت من مصادر كتير، بس 80% من مصادري تعليم ذاتي. قاعد في البيت انعزال تام، علمت نفسي بنفسي من اليوتيوب. بس في حاجات معرفتش، يعني كان لازم اخد لها كورس، زي الانريل انجن ما كانش متوفر وقليل قوي اللي كان بيشرحه، فخدت 4 كورسات، 3 اجنبي و1 عربي، وده اللي خلاني اشرحه واعمل عنه كورس مكثف عندي على القناه، لانه اسهل مما يبدو عليه. اخدت كورسات تانية، اتعلمت 3 دي انيميشن من موقع اجنبي، وهسيب لكم لينك الموقع تحت في الديسكربشن. اخدت كورسات لكذا بلجن، منهم بلجن فونكس اف دي بتاع السيميوليشن اللي بيعمل الميه والنار والدخان. واخدت كورس عن الفيلم ميكنج، اتعلمت التصوير، اتعلمت المونتاج، اتعلمت ازاي بعمل ستوري تيلر، اني بحكي قصه بس، والباقي تعليم ذاتي. واللي خلاني ادخل في كذا مجال مختلف اني اتعاملت مع شركات كبيره وشفت طريقه شغلهم وكنت عايز اعمل زيهم. انا بطبعي طموح قوي وبحب اطور من نفسي دايما، ومش بدرس حاجه الا لما بكون شايف نفسي فيها وحاببها، ومن هنا ابتدت رحلتي في الدراسه. وفي حاجه مهمه لازم تعرفها من وجهه نظري، ان الكورسات احسن من التعليم الذاتي، احسن واسرع، تحديدا لو هتدرس حاجه تقيله. كفايه انك لو عندك سؤال في اللي هيجاوب عليه، لكن لو الحاجه دي متوفره وشرحها على النت تمام، مش محتاج كورس. وعشان ابقى غطيت سؤالك، المصادر اللي تتعلم منها عندك التعليم الذاتي، انك تعلم نفسك بنفسك، وانك تاخد كورسات مكثفه عند اشخاص موثوق فيهم، وكمان تدرس اونلاين على المواقع التعليميه المدفوعه زي يوديمي، ليندا، سكيل شير، ولينكد ان ليرنينج، وفي مواقع تانية غيرهم، وهسيب لكم لينك المواقع دي تحت في الديسكربشن.
معانا سؤال من احمد عيد. عمرو انا لابي يعتبر ضعيف، اقدر ارندر انيميشن بالماكس عليه؟ لاب وضعيف وانيميشن بالماكس؟ انا هسيبك كده مش هرد عليك. طيب هقول لك على حاجه وركز معايا لان الموضوع ده مهم جدا. انا كنت هتكلم عنه في فيديو منفصل بس عادي، هنحرق افكار كتيره النهارده. احنا بنعمل انيميشن من الماكس في حالات معينه. لو عايز تعمل انيميشن تفصيلي للموديل بالشكل ده، ولو عايز تعمل انيميشن لمبنى في مرحله التنفيذ مثلا، ولو عايز تحط مجسم 3D في فيديو وتستخدم تقنيه الماتش موفينج واللي شرحتها عندي على القناه، وانك تعمل حاجه زي اعلانات المنتجات اللي بنشوفها على الفيسبوك، ولو عايز تعمل انيميشن لتصميم داخلي زي فيديوهات اللي على تيك توك. دي نماذج تخليك تعمل انيميشن من الماكس. والنوع ده من الانيميشن مكلف شويه، مكلف وقت وفلوس، وعايز جهاز ورك ستيشن او بي سي قوي، ويكون البروسيسور فيه عدد الكورز كتير، مش لابتوب ضعيف. ولكن لو هتعمل ووك ثرو، يعني تعمل انيميشن لمشروع ثابت، ركز معايا، الكتل ثابته، انت مجرد هتحرك الكاميرا عشان تفرجنا على المشروع. انت هنا مش محتاج 3 دي ماكس. 90% الانيميشن هيبقى على الانريل انجن، لوميون، توين موشن، او اي برنامج سريع في الانيميشن، وبكده تقدر تعمل انيميشن بامكانيات اللابتوب اللي معاك. فهمت؟ احنا بنروح للماكس في حالات استثنائيه، لو العميل عايز حاجه سبيشال او انيميشن تنفيذي، وانا بشتغل بالطريقه دي. معانا سؤال تاني من امير. طريقه رائعه في تحضير الفيديوهات، بس انا حاسس ان الفيديو اديتنج متعبك حبتين. نصيحه ادخل في الموضوع مباشره بدون ما ترهق نفسك كتير، وقلل من اتعابك، لانه بهذه الطريقه راح تطول طريقك اكتر. اخوك من الجزائر، بشكرك على محتواك الرائع. اولا تحيه لاهل الجزائر كلهم على راسي. تاني حاجه، مش الفيديو اديتنج اللي بياخد وقت، كان الاول، لكن دلوقتي المكتبه عندي جاهزه، جاست دراج اند دروب، بدخلها بسرعه في المشروع وبستخدمها. اكتر حاجه بتاخد وقت معايا التحضير وكتابه السكريبت والموضوع نفسه، واني بعمل توازن بين شغلي واليوتيوب. انا مش فول تايم يوتيوبر ومحتاج اشتغل، والشغل اكيد بياخد وقت مني، واليوتيوب مش بيجيب لي دخل، دي حاجه بحب اعملها، وواضح ان الموضوع هياخد وقت. هي اتقالت لي مره، اتقال لي انت عباره عن سمكه صغيره في وسط قروش، فلازم تعلي الليفل بتاعك. مثال، التورته لما بتبقى شكلها حلو وكمان طعمها حلو، الناس هتحبها وتروح تشتريها. بس عندك حق، لاني فعلا بتاخر ودي حاجه مضايقاني جدا، وانا شغال على الموضوع ده. فشكرا يا امير على النصيحه، وان شاء الله الفتره الجايه يبقى في التزام في المواعيد، وابتداء من الفيديو اللي جاي هنعلي الليفل شويه، واعمل لكم فجاه حلوه تعجبكم قوي نعوض بيها التاخير. نيكست فيديو نيكست ليفل، ده وعد. معانا سؤال كمان من يوسف. كنت عاوز اعرف الفرق بين اللوميون والانريل انجن في الشغل المعماري، واتعلم ايه فيهم الاول، وشكرا مقدما. العفو يا يوسف. لا، الفرق كبير جدا. بص، اللوميون اساسي معانا في كل الحالات لانه سريع وسهل، وعلى فكره انا درسته في 3 ايام بس. ده في لعبه اسمها سيم سيتي بتقعد تبني بيوت وحاجات اصعب باللوميون. انا عملت بالبرنامج ده فيديو سينمائي لمدينه كبيره جدا، كنت بجرب قدرات اللوميون. لا ما شاء الله برنامج محترم. الفيديو هيظهر في الاي اللي فوق هنا. لكن الانريل انجن واللوميون الفرق بينهم كبير جدا وما يتحطوش في مقارنه. الانريل انجن برنامج متقدم جدا في خاماته وادواته، وواقعي اكتر من اللوميون بكتير، وتقدر توصل لاي شكل انت عايزه، مش مجرد شويه تمبلت جاهزه زي اللوميون. تقدر تخلي العميل يتجول ويتمشى في المكان اللي انت صممته، ويغير في الخامات والالوان، ويفتح الابواب، ويطفي ويشغل النور كانه جوه المكان، وكمان تفرج العميل على التصميم بنضاره VR، ويغير في الفرش بنفسه. هو دمج لك ما بين الإظهار والبرمجة، وده اللي مميزه عن أي برنامج تاني نعرفه. فإجابة سؤالك، اللوميون معاك أساسي أول حاجة تدرسها، ولو عايز تطور نفسك أكتر هتدرس الأنريل إنجن، لأنه هينقلك لمستوى متقدم، ودي هتكون إضافة كبيرة في البورتفوليو بتاعك. وأنا شرحت الأنريل إنجن عندي في القناة، مش ناقص غير البلو برينتس، وده هعمل عنه كورس عشان نبقى غطينا البرنامج إن شاء الله. سؤال من ذا بريكنج دراجون. مواصفات جهازك البي سي. اوكي، عندي البروسيسور AMD Ryzen 9 16 كور، رامات 32 جيجا، كارت شاشة RTX 3080 من انفيديا، ودي مواصفات جهازي الرئيسي اللي بشتغل عليه. منتصر بيسأل، يا ريت تقول لنا نجيب فلوس من ال 3D ازاي؟ سؤال حلو، بس كده هتحرقوا لي كل افكار الفيديوهات الجايه. ليه كده؟ اوكي، انت هنا ما حددتش اي تصنيف، تتكلم بشكل عام ازاي نجيب فلوس من ال 3D، لان ال 3D تصنيفاته كتيره. طيب، اول حاجه انك تقدم خدمات عمليه، سواء وظيفه في شركه او شغل فريلانس اونلاين او تفتح بيزنس خاص بيك. ومصادر الربح من ال 3D كتيره وعلى حسب تخصصك، سواء انت شغال في الإظهار المعماري او 3D موشن جرافيك او في الفيجوال افكت في صناعه الافلام او حتى الجيم انجن في صناعه الالعاب، ودول ابرز مجالات 3D. كل تصنيف فيهم هيفتح لك مصادر ربح مختلفه. يعني على سبيل المثال، انا عامل مشروع اونلاين عباره عن ويب سايت بيقدم 3 خدمات، خدمات عمليه وكورسات تعليميه ومتجر الكتروني. اكتر حاجه مركز عليها الفتره دي هي الخدمات العمليه، بقدم خدمات لاي حد عايز تصميم او انيميشن او مناظير 3D، وده كان اول مصدر.
تاني مصدر تجيب منه فلوس من 3D انك تبيع 3D موديلز على مواقع زي تيربو سكويد، 3D سكاي، سي جي تريدر. وبما اننا دخلنا في الانريل انجن، فينا تقدر تبيع 3D موديلز واكتر كمان على الانريل ماركت بليس، وده مصدر ربح ممتاز جدا. استغل حتى ان لو العميل ما دفعلكش فلوس وانك باذل مجهود في المشروع، فنشه بشياكه وبيعه على المواقع دي ويبقى تعبك ما راحش هدر. تالت مصدر تجيب منه فلوس من 3D وهو انك تعمل كورسات تعليميه. بص بقى، طالما وصلت لمستوى متقدم في تخصصك، ليه ما تعملش كورسات تعليميه تستفيد وتفيد بيه الناس؟ وده مصدر ربح يعتمد عليه. الفكره انك تستفيد من امكانياتك وتحط نفسك في المكان الصح. رابع مصدر تجيب منه فلوس من 3D انك تعرض اعمالك بشكل مرتب وشيك على منصات السوشيال ميديا زي اليوتيوب والتيك توك. وما تستهينوش بالموضوع ده، هو مصدر ربح طويل المدى بس هتجني ثماره قدام. الفكره انك لو شاطر في حاجه خلي الناس كلها تشوفها. انت لو تعرفت شويه هيتفتح لك ابواب رزق كتيره. ولو شاطر في شغلك وبتعمل شغل حلو، خلي الناس كلها تتفرج عليه، مش واحد ولا اتنين بس يسقفوا لك. بس كده، دول كانوا ابرز مصادر الربح من 3D. والفيديوهات الجايه هنتكلم في تفاصيل اكتر بس عشان وقت الفيديو. معانا سؤال كمان من عمر: انا جيت اعمل مونتاج بسيط لمشروع مطبخ امشي فيه الكاميرا، لكن للاسف طول معي 40 ساعه رغم ان مقاسه 500 في 1000 والفيرست سكان باس والسكند باس والليميت نويز. اوكي، كمبيوتري رايزون 7، رامات 16، كارت شاشه 3050. هل هالشيء طبيعي؟ لا. انت عامل كام فريم؟ وهل شغال على لابتوب ولا بي سي؟ هو في معلومات ناقصه عايز اعرفها. طيب انت بتقول البروسيسور رايزون 7 كام كور؟ الانيميشن في الماكس عايز عدد كورز كتيره، يفضل انها ما تقلش عن 16 كور علشان الانيميشن يبقى مرتاح، لان عمليه الريندر بتتوزع على عدد الكورز اللي عندك. كل ما عدد الكورز اكتر كل ما يكون افضل. تاني حاجه، انت شغال على الفيري ولا كرونا؟ لانك لو اشتغلت على كرونا والريندر اخد 40 ساعه فده مش طبيعي. في حاجه كمان، انت هنا بتقول انك بتحرك الكاميرا بس، طب ليه بتعمل انيميشن من الماكس؟ زي ما قلت قبل كده، طالما بتعمل ووك ثرو وبتتمشى في المطبخ عشان تفرجنا عليه، ما تعملش انيميشن من الماكس. انت بتتعب نفسك وبترهق جهازك. اشتغل على اللوميون او توين موشن او الانريل انجن، اسرع بكتير. سؤال من رامي: مبدع ما شاء الله وشكرا ليك على البدايه. واستاذ عمرو، لابتوب بمواصفات معالج رايزن 7، رامات 16، كارت شاشه 3060، ينفع حاليا للبدايه ببرنامج الانريل انجن؟ نعم، وكل الشكر لمجهودك. العفو رامي. معلش، هو بي سي ولا لابتوب؟ اوكي لابتوب. كارت شاشه RTX 3060 كويس. مواصفات اللابتوب كويسه، هو هيدي لك عدد فريمات اقل من البي سي لو بنفس المواصفات، بس جهازك هيشغل انريل انجن وهتطلع منه نتائج كويسه. سؤال تاني من رامي: لو سمحت استاذ عمرو، فيديو يوضح موضوع الاستديوهات اللي شغاله في مجال ال 3D والاختصاصات الاكثر طلبا خصوصا بعد دخول الذكاء الصناعي في مجالات التصميم. سؤال حلو. اوكي، طب خلينا اعيد صيغه السؤال عشان اعرف اجاوب. اوكي، انت عايز تعرف التخصصات المطلوبه والمشاريع اللي شغاله في السوق وايه مستقبل ال 3D بعد دخول الذكاء الصناعي، صح كده؟ هو نفس السؤال بس انا برتب عشان اجاوب. بص يا رامي، مجال ال 3D مجال قوي جدا وتخصصاته كتيره وبيخدم على كذا تصنيف. انا كنت عملت فيديو واتكلمت عن جميع مجالات الجرافيك وشرحت كل تصنيفات ال 3D. الفيديو يظهر في الاي اللي فوق هنا، لازم تتفرج عليه. مهم جدا تعرف تخصصات ال 3D وتعرضهم قدامك عشان تختار المجال اللي هيفضل معاك على طول. اما بخصوص الاستوديوهات والشركات اللي شغاله في مجال ال 3D والتخصصات الاكثر طلبا، اوكي، انا هرتبهم من الافضل ثم الاقل من وجهه نظري. رقم 1 شركات الفيجوال افكت، ومن ضمن تصنيفات الفيجوال افكت وهو ال 3D. عموما ده الجرافيك اللي بنشوفه في الافلام والسينما، ومثال على ده واحده من اقوى الشركات في المجال ده وهي شركه ترند. دي شركه مصريه وعملت جرافيك افلام مصريه كتيره جدا، وده مثال حي ناجح لفكره المشروع ده. وحتى لو هتشتغل موظف، انت ممكن تشتغل في شركات عالميه زي بيكسار وديزني. رقم 2 3D موشن جرافيك، وده شغل الاعلانات التجاريه والتلفزيون، والمجال ده من تاني اقوى مجالات ال 3D، وهنا تقدر تشتغل كفرد او كشركه، بس احنا هنا بنتكلم عن المشاريع نظرا لسؤالك. رقم 3 الاظهار المعماري والانيميشن. على فكره الشركات اللي بتقدم خدمات الاظهار المعماري والانيميشن الاحترافي يتعدوا على الصوابع. انا هنا بتكلم عن الشركات اللي بتقدم انيميشن يطلع في التلفزيون زي اعلان مدينتي طلعت مصطفى مثلا، ومشروع زلاين اللي تبع نيوم اللي في السعوديه. رقم 4 صناعه الالعاب والجيم انجن، والمجال ده كبير وحلو قوي بس للاسف ناجح بره مش عندنا، يعني هتشتغل بره مش هتشتغل بيه هنا. والاربع تصنيفات دي الاقوى والاشهر في عالم ال 3D، والتصنيفات دي بتتوسع والمجال ده بيكبر كل شويه وكل يوم بتظهر حاجه جديده. طب هنروح بعيد ليه؟ لسه من قريب ابل اعلنت عن نظاره الفيجن برو، نظاره الواقع المعزز AR. باختصار انت شايف افلام وابس وجرافيكس في الواقع بتاعنا، ودي بدايه الحاجه انتم مش واخدين بالكم منها. انت مش بس هتشوف جرافيكس 2D، لا وكمان 3D. يعني ممكن ابعت لك ملف 3D وتتفرج عليه بالنظاره الAR من كل الزوايا، وقيس على كده كتير بقى.
مثلا الناس اللي بتدرس طب هيشوفوا تشريح لاعضاء الجسم بشكل ثلاثي الابعاد بدل ما يمارسوا ده على كائنات حيه. ففي ابواب كتير عماله تتفتح لل 3 دي كده تنفيذ. بخصوص بقى الذكاء الصناعي ومستقبل ال 3 دي، فحب اقول لك ان الذكاء الصناعي موجود عشان يفيدك مش عشان يبدلك. انا ما انكرش ان في ناس اتضررت من الذكاء الصناعي، بس خدوا بالكم ان اي حد مش هيطور من نفسه. مش بس الذكاء الصناعي هياخد مكانه، اي حد ممكن ياخد مكانه. انا بقالي فتره بدرس الاي اي وكنت براقبه وبشوفه بيتصرف ازاي، وهتكلم عنه في فيديو منفصل عشان الموضوع يطول شرحه. فباختصار مجال ال 3 دي مستقبله حلو جدا في جميع تصنيفاته، وتقدر تفتح بيزنس خاص بيك وتعتمد عليه ماديا. واخر سؤال معانا من زياد، بالنسبه للكورس المدفوع الخاص بالانتيريور، انت بتتكلم عن الانريل انجن، امتى يكون جاهز باذن الله؟ اول ما يكون جاهز اعترف على طول يا زياد. طيب ايه رايكم؟ هديكوا اختيارين واختاروا واحد فيهم. في كورسين كبار عايز اعملهم. الكورس الاول كورس 3 دي ماكس انيميشن، وهنا هنتعلم ازاي نعمل انيميشن احترافي من الماكس. والكورس الثاني وهو الانريل انجن المعماري، هيبقى كورس انتيريور، وهنتعلم ازاي هنا تتجول في التصميم وتغير في الخامات والالوان، تفتح باب، تفتح نور، تشغل التلفزيون، وتغير في الفرش. وهندرس البلو برينت وحاجات تانية كتير، وبالكورس ده هنكون قفلنا البرنامج ان شاء الله. اختيار كل واحد فيهم هيأخر التاني 6 شهور على الاقل. فشوفوا حابين ابدا في ايه، واول ما عدد الناس يزيد ويكون في اقبال على الكورس اللي هتختاروه هبدا اشتغل فيه على طول. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ولو عجبكم النوع ده من الفيديوهات عرفوني تحت في الديسكريبشن عشان اعملها مره تانية. واستنوني الفيديو الجاي عشان اعمل لكم مفاجاه تعجبكم قوي بخصوص انيميشن الماكس. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس. وشكرا على الكلام الحلو اللي بتكتبوه ودعموكوا ليا، لان دي الحاجه اللي مخليني اكمل. شكرا جدا ليكم واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.